عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واليوم عندي هنايا اللوبيا، بلا ما تحتاجوا انكم تفزكوها ليله كامله. فغندوز هنا عندي 3 ديال المطيشات محكوكين، عندي الثومه، قزبره ومعدنوس. هنا درت شويه ديال القديد ماشي ضروري. بالنسبه للاضافه اللي تقدروا تستعملوا هي الطماطم المركزه، انا صراحه ما كيبغيوهاش ليا، يعني كيبغيوها كشي حاجه طبيعيه، حتى كنكون بوحديتي حيت كنديرها. المهم ندوز معكم التوابل. هنايا عندي الكمون، شويه ديال الملحه، البزار، الخرقوم، سكينجبير، التحميره. صافي كندير كلشي هنايا، وكنضيف زيت الزيتون وزيت المائده مخلطين. صافي هنايا راني ضفت الزيت كيف كتشوفوا، وغادي ندوز دابا نقلي هادشي كامل، وغدا نرجع معكم ان شاء الله. تقلات، شوفوا لي ديك الزويته كي كتولي هكا. صراحه مبغيتش نبقى نصور بالبخار لان البخار كيخرج ليا على التليفون. شوفوا معايا حتى كتقلى تعسل هكا. ودابا كندوز ندير اللوبيا. المهم غنخوي اول حاجه غنخوي الماء طيب. صافي وهنايا راني غير غسلتها تقريبا، خليتها مفزكه واحد 15 دقيقه ما كاملاش، يعني تقدروا ديروها هكاك تغسلوها ديروها نيشان. صراحه والله العظيم الا كطيب تقريبا في نص ساعه. انا غير غسلتها والله ما زعما مفزكه ولا حتى شي حاجه. انتم غتشوفوا انها قاصحه، يعني مستحيل انه الصبع يدخل فيها، يعني قاصحه مستحيل انك تشكيها ولا شي حاجه. صافي غادي نديرها مباشره في الكوكوط هنا كيف كتشوفوا. من بعد ما درت الماء ما غلا ما وري انني درت الماء طيب اصلا ضروري. الحاجه الوحيده اللي غنوصيكم عليها يعني ضروري الماء يكون طيب، ضروري ومؤكد. صافي كندير اللوبيا هنا هكا. صافي وغادي نسد عليهم. ملي غادي يطيب ان شاء الله غادي نشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش كيكون. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي ما شاء الله. من بعد ما كنحطها خاطره ومحلوله، يعني ما كتحتاج انكم ترطبوها نهائيا. شوفوا كي الزبده يعني طايبه ما شاء الله، لا ما ترطبوها بلا ما حتى شي حاجه.